محمد، انا قلت لك 100 مره ما بحبش الهزار الرخم ده. بتخبط عليا ليه؟ ما هو في حمام عندك تاني. الجمله دي قالها لي عماد صاحبي وزميلي في البنك اللي بنشتغل فيه افراد امن بالليل. بنك بدون ذكر اسمه في منطقه اسمها الف مسكن. كنت قاعد بتفرج على التلفزيون واتفاجئت بعماد بيقرب عليا وهو غضبان ووشه احمر ومتوتر جدا، وعاوزين في بدايه القصه كده نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها. سمعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. وطيت التلفزيون شوية علشان أسمعه كويس. استغربت وقلت له بعد ما قمت من على الكرسي وبقرب عليه: حمام إيه يا عمدة؟ إيه ده بس؟ رد عليا بنفس نبرة الغضب وقال لي: استغفر الله العظيم. يا محمد لو بتهزر قول، أنا مش هعمل حاجة، لكن ما تعملش مش فاهم. كان واضح عليه فعلا إنه غضبان جدا والكلام طالع منه مش مفهوم، خصوصا إن ده كان أول يوم ليا في البنك ده. أنا وعماد شغالين الصبح في موقع تاني أمن برضه، وهو بالليل بيروح البنك ده ومعاه فرد كمان. شغلتي إن بغطي أجازات الفرد التاني، واليوم ده أنا اشتغلت مكانه. حاولت أهدي الموضوع اللي ما كنتش فاهمه بصراحة، بس قلت هنقذ الموقف وخلاص. اعتذرت له والموضوع انتهى. بس لاحظت خوف عماد انه يرجع تاني للحمام. في مطبخ صغير كده جنب الحمام بكام متر، قلت اروح اعمل لي كوبايه شاي. اول ما رحت لقيته بيمشي معايا، ولما شافني واقف بعمل الشاي دخل الحمام. كنت واقف ومستني الكاتل يفصل. هحاول اوصف لكم المكان كويس. في باب حديد كده جنب المطبخ، بمجرد ما بتفتحه بتلاقي منطقة واسعة. على اليمين في مولد كهرباء، وحوالين المنطقة في سور كبير وفي شجرة مانجا. اللي عرفته إن اللي ورا السور ده عبارة عن شارع، بس شارع مهجور، اللي هو محدش بيمشي فيه خالص. وبرا البنك بتلاقي عمارات، والصمت دايما مخيم على المكان ده كله. أما باقي البنك ما فيهوش تفاصيل كتير، زيه زي أي بنك عادي، شوية مكاتب مقفولة وخزن. كنت واقف وقافل الباب الحديد، وبمجرد ما الكاتل فصل سمعت من ورا الباب صوت ما قدرتش أميزه، غير إنه صوت طفلين بيوشوشوا بعض وبيضحكوا بصوت واطي جدا. وكانت لحظات وقبل حتى ما يصدر مني أي رد فعل سمعت 3 خبطات بالظبط من بره الباب، مع العلم إن مفيش حد غيري أنا وعماد في البنك كله. وأنا بدوري فتحت الباب، وكان الوضع الطبيعي إني ملاقيش حد واقف. فضلت واقف متنح لدقايق وفقت على صوت عماد: محمد، واقف كده ليه؟ ادخل واقفل الباب، الجو تلج، انت ما انتش حاسس؟ كان بيكلمني وكنت سامعه بس ما كنتش مركز معاه. ده لاني كنت متابع حركة بتحصل في الشجرة قدام مني، حركة عاملة زي الموجة بتاعة البحر، مش عارف اوصفها بالظبط. الجو بالفعل كان برد جدا، وده طبيعي يحصل ان الشجرة تصدر اصوات واوراقها تتحرك وتقع، بس لما يكون في عين بتبربش وسط الضلمة فوق الشجرة ده اللي مش طبيعي ابدا. رجعت دخلت وقفلت الباب وانا بتابع العين، بس الظاهر ان العكس هو اللي كان بيحصل. بمعنى ان العين اللي مش عارف لحد دلوقتي ازاي اشوف عين من غير ملامح هي اللي كانت بتتابعني. ما حكيتش لعماد، وفضلت مفضل ان افضل ساكت لاخر الوردية. الساعة وقتها جت 11 بالليل. عماد نام وانا رحت على كنبة وفردت ظهري، شديت الغطا عليا وحطيت ايدي تحت راسي وفضلت باصص على السقف وسرحان. قلت لنفسي هو يوم وهيعدي ونخلص. ايوه بصراحة كنت خايف. النوم اتملك مني وغمضت عيني ورحت في النوم. انا من الناس اللي نومها خفيف، بمجرد اي صوت جنبي بقلق على طول. واليوم ده ما خلصتش من الاصوات الغريبة، بداية من صوت القارورة اللي كل شوية تطلع بقليل ورا بعض، مع العلم ان الفيشة اصلا بتاعتها مش محطوطة، لحد صوت الخبط اللي فوق مني وانا نايم. من التعب ما كنتش حتى قادر افتح عينيا. التفت على جنب اليمين ودقايق ولقيت عماد بينادي عليا: محمد، انت كويس؟ نايم مرتاح يعني؟ رديت عليه بالعافية كده وقلت له اه يا عماد تمام، بس للأسف كدبت عليه لأني ما كنتش مستريح. أقسم بالله حسيت كأن في حد بينغزني في قلبي، وفضل قلبي يتنفض وينبض بسرعة جدا. شعور إن في عين بتراقبك وسط الضلمة كان هو الشعور اللي خلاني بقيت خايف أغمض عينيا، وبدأت أفتحها على آخرها. أنا قلقان، مش مستريح، مش عين بس لأ، حاسس بكذا عين بتراقبني. اتنفضت من مكاني لما سمعت حد بيجري قدامنا بشبشب، أو بمعنى صح كان في صوت تكتكة شبشب ظهر لما فتحت عيني، وبالتحديد بعد لما النغزة اللي جت في قلبي. بصيت على عماد
لقيته ساحب الغطا على وشه ونايم، أو كنت مفكره كده لأني شفت جسمه بيترعش. فضلت قاعد على الكنبة مبلم وجسمي متخشب وعمال أقرأ أي صورة تيجي في بالي. بالتدريج حسيت براحة، جبت الريموت وشغلت قرآن، رجعت أنام مرة تانية. واليوم ده ما حصلش أي حاجة تاني. صحينا تاني يوم والست بتاعت النظافة جت وبدأوا الموظفين يجوا الفرع، وإحنا كمان بدأنا نمشي علشان نروح الشغل بتاعنا التاني. طول الطريق ساكتين. بمجرد ما مشينا بعيد وعدينا البنك لقيت عماد بيقول لي: معلش يا محمد سامحني. اسامحك على ايه يا عماد؟ انت عملت ايه يعني؟ اصل بصراحه في حاجات مش مفهومه بتحصل في البنك بالليل، قصدت اني محكيلكش عنها علشان اتاكد ان في حد غيري انا ومصطفى هيشوف اللي بيحصل ولا لا. مصطفى ده الفرد التاني اللي انا اشتغلت اليوم ده بداله، وفجاه وقفت كده بعد ما كنا ماشيين وقلت له: وانت عرفت واتاكدت ازاي بقى اني شفت حاجه؟ ما يمكن ما شفتش. لا اكيد شفت. انت ما شفتش نفسك وانت واقف عند المولد بتاع الكهرباء ومركز في الشجره؟ اذا كان انا نفسي خفت من نظرتك. كنت مبرق وساكت، ولما كنت نايم كنت بتتأتأ وبتقول ابعدوا عني، ولما قلت لك انت كويس كنت قاصد اصحيك علشان انا اصلا بصراحه بدأت اخاف منك. بعد ما خلص كلامه ضحك بس سابني محتار. انا اصلا ما لحقتش انام علشان اشوف كوابيس او خطرف بالكلام يعني، اصلا عمري ما اتكلمت وانا نايم. بس انا فعلا شفت حاجات غريبه ومرعبه. بدأت احكي له على كل اللي انا شفته. لمحت الخوف بيظهر على ملامحه في كل موقف حصل معايا، ونهيت له كلامي اني ما اتحركتش من مكاني لما خرج هو من الحمام وقال لي اني خبطت عليه. كل اللي حصل ده كان حاجات بسيطة عن اللي حصل لي تاني مرة. ايوه انا رحت تاني بعدها بشهر وكام يوم كده، رحت البنك 4 ايام ورا بعض. بس الايام ديت كانت كفيلة تنسيني كل اللي حصل لي اول مرة. الايام دي كانت كفيلة اصلا انها تغير حياتي كلها للأسوأ. وللأسف بقيت شخص تاني خالص، ومع سرد اللي حصل لي هتفهموا كل حاجة. في أول يوم من ال4 أيام كنت في الحمام بغسل هدومي، بدندن كده وبغني وأنا في الحمام زي ما كله بيعمل يعني. فجأة النور قطع لثواني بسيطة وبعدها رجع تاني. كنت بغسل في الحوض وقصادي مراية. لمحت في انعكاس المراية لما بصيت عند باب الحمام نمل كبير بيدخل من تحت الباب. نمل لونه أحمر وكبير. كانوا بادئين بعدد بسيط، بس بعد كده العدد بدأ يزيد بشكل مرعب، وبدأوا يمشوا بعشوائية على أرضية الحمام. بصراحة رميت عليهم مية وبعدتهم عني. مبقاش في نمل خلاص. رجعت أبص في المراية لقيت المراية مشبرة كأن في بخار لمية سخنة. بس ازاي إذا كان أنا أصلا بغسل الهدوم بمية باردة؟ المهم مسحت بإيدي على المراية على مكان وشي، لقيت نملتين ماشيين على وشي. بعدتهم عني بسرعة وغسلت وشي. بصيت على الهدوم لقيت مجموعة كبيرة من النمل. الله، ازاي برضه جم عند الهدوم اللي في الحوض؟ وبعدين انا اصلا ما حسيتش ان في نملة على وشي. خرجت من الحمام بعد ما حسيت ان في حاجة مش طبيعية. المصيبة واللي كان هيجنني ان النمل مش موجود بره الحمام. طب امال فين المصدر اللي جاي منه؟ جريت لعماد وقلت له اللي حصل. عماد بيخاف من خياله اصلا. لما سمع اللي قلته له قال لي: الموضوع ده هيجنني يا محمد. اموت واعرف منين بيجي النمل ده انا اشتكيت للمدير بنفسه وجاب شركة المبيدات كلها ورشة البنك كله. عارف بعدها بكام يوم لقيت النمل راجع واكتر من الاول تاني. جه وقت النوم شغلت القرآن على الشاشة ونمت. صحيت وانا بردان قوي وجسمي بيتكتك في بعضه. لما صحيت لقيت عماد هو كمان بيصحى في نفس الوقت. بصينا لبعض بصمت تام. كنت سامع صوت دقات قلبه اللي زادت لما اكتشفنا المصيبة. القرآن مقفول والتكييف شغال على أعلى درجة تبريد. مش محتاج طبعا أوضح لكم إننا ما شغلناش التكييف أصلا، لأننا ببساطة كنا في عز الشتاء، وطبعا الواضح إن النور ما قطعش علشان الشاشة تطفي كده لوحديها. ما قدرناش ننام اليوم ده خالص. فضلنا سهرانين في صمت لحد ما الفجر أذن. اتوضينا وصلينا هدينا شوية، بس برضه ما قدرناش ننام. كان يوم صعب أوي بصراحة. واليوم ده احنا الاتنين تعبنا وجالنا برد شديد. بس البرد طبعا ما منعنيش من التفكير في لغز مش مفهوم. ليه بيحصل معانا كده؟ الصبح طلعنا ومشينا. بدأت أسرح في كذا نظرية. بدأت أسرح بخيالي في كذا نظرية. هل اللي بيعملوا معانا كده دول عمار المكان ورافضين وجودنا؟ طب هل البنك ده ممكن يكون مبني على بيت حصل فيه جريمة قتل مثلا أو حاجة؟ ما هو مستحيل يعني يكون بيتهيأ لنا. الفكرة دي مستبعدة تماما. أصوات خطوات ونمل والتلفزيون يتقفل لوحده والتكييف يشتغل والعين اللي بشوفها واللي بيخبط على عماد وهو في الحمام. لا 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 لا، مستحيل يكون كل دي تهيؤات. قلت لنفسي يمكن السبب هو الشارع المهجور اللي ورا البنك. مسكت آخر نظرية وقلت أشتغل عليها وأعرف السبب. ما هو أكيد في سبب.
في نفس اليوم ده بالليل قلت لعماد إن هروح أجيب برشام للبرد من الصيدلية، وممكن أتأخر شوية على ما أدور أصلا على مكان صيدلية. خاف يقعد لوحده وقال لي إنه هيجي معايا. ما كانش ينفع طبعا إن ده يحصل، علشان لينا وقت لازم نروح فيه البنك بنتمم إننا وصلنا، أو على الأقل واحد فينا لازم يكون موجود. اتفقت معاه يروح وما يقفلش الشطر على آخره. الشطر ده هو باب البنك، رغم إن ده غلط تماما، لكن لقيته اقتنع بالفكرة. سبته ورحت الشارع. بمجرد ما بصيت بس على الشارع جسمي أشعر بدون سبب. الدنيا بدأت تندع كده، بس بالأمانة ما قدرتش أدخل الشارع لكذا سبب، وأهمهم إنه كان فاضي تماما، مفيش أي بني آدم ولا حتى عربية بتعدي منه. وقفت على أول الشارع أكتر من نص ساعة، مفيش حياة خالص. الشارع مضلم، وكان الواضح إن في زي خرابة كده فيها زبالة مرمية، لأن الريحة كانت قلب الشارع كله. وفوق كل ده مفيش حتى كشك فاتح ولا أي حاجة. مليت من الوقوف، وخصوصا إني كنت بترعش وبدأت حرارة جسمي ترتفع. بس قبل ما أمشي عيني جت على الشجرة إياها، بس المرة دي ما بصيتش فوقيها، لأ بصيت تحتيها، وبالتحديد عند الرصيف. كل اللي قدرت أميزه من قلب الضلمة دي كلها كتلة سودة متكومة على بعض. قربت شوية علشان أدقق النظر بعد ما لقيت الكتلة ديت بتتحرك. وسط صوت المطر والهوا سمعت صوت بينادي عليا باسمي: محمد، يا محمد. كان صوت بيدل على إن اللي بينادي عليا ست كبيرة في السن. صوتها كان جاي من الجسم اللي تحت الشجرة. قربت أكتر وأنا بقولها باستغراب: انت مين وتعرفيني منين؟ وقفت في مكاني بعد ما رميت عليها السؤال ده. ما اتكلمتش تاني، وفضل الصمت شغال لدقايق قبل ما اتصدم وتجيلي حالة من الذهول. ده لأن اللي أنا شفته بعد الصمت ده كيس اسود كبير بيطير بفعل الهوا. هوضح كلامي اكتر، لاني لحد دلوقتي مش مستوعب اصلا اللي انا شفته. ايوه، الكتله السوداء او الست العجوزه اللي انا سمعتها بتنادي عليا ديت ما كانتش غير كيس اسود طار بسبب الهوا. طبعا خفت جدا وخدتها جري لحد البنك، وهناك شافني عماد وسالني: ايه يا ابني مالك بتنهك كده ليه؟ انت كنت بتجري شكلك كده. دخلت البنك وحاولت اخد نفسي واهدى شويه، وبعدها بصيت له وقلت له وانا بنهج: عفريتة، اقسم بالله شفت عفريتة في الشارع اللي ورا البنك. وشاورت له على مكان الشارع. لمحت الخوف على ملامحه وانا بحكي له الحكايه بالتفاصيل. وهنا قال لي وهو كان متوتر: يمكن علشان انت تعبان بيتهيالك كده يا محمد. قمت من على الكرسي وانا متضايق وبقول له: وبل جسمي جوه الهيئه السودا ديت؟ وبعدين لو ده كيس بلاستيك زي ما شفته في النهايه، ازاي المطر كان بينزل عليه ومش بيدي اي صوت؟ وازاي طار؟ يا عماد انا كان بيني وبينها مسافه قليله جدا، انا مش بخرف ولا بهزر يا عماد. عماد ما اتكلمش تاني، بس شفته لوحده كده بعد نظرة عني وسرح وبدأ يبلع ريقه. مش عارف ليه حسيته مخبي عني حاجة. كنت متأكد إن الكلام ما منوش فايدة، لأننا مهما اتكلمنا مع المشرفين بتوعنا مش هيصدقونا، وحتى لو صدقونا مش هيفيدنا بحاجة غير إن هيتقطع عيشنا من المكان. واللي شغال الشغل ده هيعرف معنى كلامي كويس. يا ريت اليوم ده عدى على كده وبس. بالعكس، اليوم ده بالذات كان أسوأ يوم عدى علينا. بعد ما خلصنا كلام أنا وعماد الساعة حوالي 10:30 بالليل، كنا مقررين على قد ما نقدر نسهر شوية. بهدومي قعدت على كرسي قدام التلفزيون وشغلنا فيلم وبدأنا نتفرج عليه. برغم إننا كنا معليين صوت التلفزيون، بس اتنفضنا أنا وعماد على صوت الباب الحديدي اللي عند المطبخ وهو بيتفتح. تخيلوا معايا المشهد: باب حديد لما بيتقفل ما ينفعش يتفتح غير من جوه، واكيد انا وعماد بس اللي نقدر نفتحه، ده لان مفيش غيرنا في البنك كله. يبقى ازاي بيتفتح يعني قدامنا؟ قلت لعماد بسرعه وانا ببلع ريقي: هات الريموت وجيب قناه القران بسرعه، يلا مستني ايه؟ عماد ما كانش بينطق، وفضل باصص ومركز على الباب وهو مذهول. ثواني ودقايق طالت وهو على الوضع ده. جيت علشان اخبط على كتفه، اتخرع بقوه لدرجه انه وقع من على الكرسي. قومته وهو متنح كده. فضلت اساله على الريموت، بص عليه وشاور لي من غير ما يتكلم. الريموت كان على الكنبه اللي هو بينام عليها. قمت وجبته بسرعه. كنت بحاول ابعد نظري عن الباب، بس غصب عني بصيت علشان اسمع نفس نبرة الست العجوزة بتنادي عليا مرة تانية. ويا ريتها نادت عليا وبس، ده انا كمان بدأت اشوف ظل طويل بيتحرك جوه مكتب من مكاتب الموظفين الازاز. لو فاكرين القصة خلصت لغاية كده، عاوز اقولك ان ده مجرد الجزء الاول بس. عاوزك تحط اللايك الجميل والكومنت الرايق وتشترك في القناة علشان تستنى القصة الجزء التاني. تصبحوا على خير.